التيك توكر اتوجه ليهم أصعب اتهام من لحظة القبض عليهم، يعني شاكر ومداهم وسوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة وغيرهم اتوجه ليهم أصعب اتهام من لحظة القبض عليهم. وقبل ما أقول لك إيه الاتهام ده وعقابه إيه والجديد في الموضوع، يا ريت تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا الجديدة علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات الفترة اللي جاية. وخلينا في الأول نشكر وزارة الداخلية المصرية اللي بتصدر تاريخ من دهب في محاربة تجار المخدرات وتصفيتهم ومحاربة البلطجة في كل مكان والتعامل مع الاستغاثات والمشاكل بشكل سريع جدا وضبط المجرمين والقضاء على الظاهرة السلبية في مواقع التواصل في مصر زي البثات المباشرة التيك توكر واللي بيعملوا فيديوهات اللي بتضايق الناس. كل ده بيتم ضبطه وإحضاره ومحاسبته دلوقتي. قائمة التيك توكر اللي تم ضبطهم وإحضارهم في أول يوم من المبادرة، عايز أقول لك إنه يوميا بتتحط قائمة بأسماء جديدة وكل يوم بيتم ضبط وإحضار مجموعة جديدة، يعني شاكر ومداهم وسوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة وعلياء قمر دول كلهم بدايات ولسه كل يوم بيتقبض على ناس جديدة فيهم، ومنهم النهارده تم ضبط واحضار المعروفة على التيك توك باسم ام عمر. اتوجه ليهم كلهم مجموعة اتهامات مختلفة وفيه تهم هم مشتركين فيها. اتوجه لمجموعة فيهم تهمة سلاح ومخدرات زي شاكر ومداهم، وتوجه ليهم كلهم سوء استخدام مواقع التواصل، واتهامات تانية انا مش متذكر اسمها. لكن التهمة الاصعب اللي توجهت ليهم كلهم هو غسيل الاموال. ايوه بالظبط زي ما سمعت كده، التهمة الاصعب اللي توجهت ليهم من وقت القبض عليهم هو تهمة غسيل الاموال. وبالفعل اكدوا النهارده بعد التحقيق مع سوزي الأردنية ومراجعة حساباتها البنكية لقوها غاسلة 15 مليون جنيه. أيوة بالظبط زي ما سمعت كده، سوزي الأردنية اللي أنت كنت بتتفرج عليها وهي بتشتم أبوها وبتقول ألفاظ لقوها غاسلة 15 مليون جنيه. 15 مليون دول يمكن حاجة بسيطة ولسه في حاجات تانية هتبان. بيقول لك في شقة في مدينتي وفي غيره الله أعلم. وعايز أقول لك إنه المبلغ ده هو 20% بس من اللي وصل لها، الباقي راح فين الله أعلم. ده اللي هنعرفه الأيام اللي جاية. أيوة غالي فلوس كتير بره وناس عايزة تدخلها وتغسلها بتستخدم التيك توكر دول. بيقول له انا هبعت لك اللي هبعته لك، هاخد الباقي وانت هتاخد 20%. مالكش دعوه بقى انت بحاجه، انت تقعد في البث المباشر بتاعك واحنا هنبعت لك هدايا هتاخد 20% منه. طبعا تلاقي شاكر او مداهم او هي سوزي الاردنيه او غيرهم ام مكه او ام سجده، كل التيك توكر قاعدين في البث المباشر والهدايا شغاله عليهم. كل واحد فيهم له عدد ساعات معينه يقعدها على البث المباشر وكميه هدايا بتجيله بمبلغ معين بياخد منه 20%. الباقي بيروح فين؟ للي اتفقوا معاه على الغسيل. وفي ناس تاني منهم لسه هتيجي الفترة اللي جاية. بقول لك كل يوم بيتكتب قائمة جديدة بالاسماء، واتمنى يركزوا على واحد اسمه خالد الرسام. المهم تهمة غسيل الاموال اللي توجهت ليهم كلهم دي ولسه هتتوجه للي جايين باذن الله، دي فيها سجن 7 سنين غير المبلغ الغرامة اللي بيدفع بقيمة غسيل الاموال اللي اتمسك عنده. الناس دول للاسف خلوا شباب كتير مصرية يقول لك انا ليه اتعلم، انا ليه انا اتعلمت الشهادة انا اقطعها وارميها، نطلع بس مباشر واقول كبسوا كبسوا. الناس دول طمعوا بنات كتير تطلع وتقلع وتقول الفاظ وترخص نفسها للخلايجه وغيرهم مع اعتذار. الناس دول شوهوا صوره مصر بره وجوه لدرجه ان الناس بره فاكره ان كل المصريين كده. نماذج للاسف ما ينفعش تمثل المصريين في حاجه. مصر العلم، مصر التاريخ، مصر اللي صدرت العلم للعالم كله. حطموا الشباب وخلوا الكل دلوقتي يجري على شغل اللايفات والتكبيس والهدايا وغيره. انا عايز اقول لك انه حتى البرنامج اللي كانوا بيطلعوا عليه حذف ملايين من الفيديوهات وقالوا احنا مستعدين لاي تعديلات في مصر. يعني الشغل اللي كان بيحصل ده والبلاعات اللي للاسف كانت بتتفتح علينا ده مش هيحصل تاني. الناس دي ما يزعلش عليها، ما ينفعش تزعلوا عليهم وتقولوا حرام اللي بيحصل فيهم. لا، بص حواليك وشوف هم عملوا ايه. شوف كم واحده دلوقتي بتطلع على اللايفات، شوف كم واحد دلوقتي زعل انه اتعلم واخد شهاده، شوف الشباب اللي اتحط، شوف الناس اللي بتطلع تحديات وتعمل في نفسها اي حاجه في سبيل انه الداعم يبعت لها هديه. لو زعلان عليهم تبقى كارثه، لان المجتمع لازم يتطهر منهم ومن امثالهم. لازم نهتم بالعلم والتعليم، لازم نسلط الضوء على العلماء وعلى الشباب اصحاب البحث العلمي. دول اللي نهتموا بيهم، الناس اللي هتفيد المجتمع لا اكتر ولا اقل. اما اللي بيطلعوا لايفات دول يدخلوا تحديات ويضربوا بعض بالبيض والدقيق ويقصفوا جبهات بعض ويستخفوا في دمهم ويقولوا الفاظ خارجه وغيرها، وتبص تلاقيهم على الاسفاف اللي بيعملوه ده بتجيلهم ملايين من بره وشغل ممنوع وغسيل اموال وغيره، وتوجيه رساله غير مباشره للشباب: سيب اللي في ايدك وتعالى، سيب التعليم، سيب الشغل، سيب اي حاجه، تعالى افتح لايف واعمل زينا. كل ده والدوله صبرت عليهم بما فيه الكفايه، وجي الوقت ان نخلص منهم. انت تيجي دلوقتي وتزعل عليهم وتدعمهم، يبقى في حاجه غلط، ما ينفعش. كل التحيه والتقدير لرجال الداخليه المصريه، كملوا في طريقكم والشعب وراكم. بس كده، واستنوني في فيديو جديد اوضح لكم تفاصيل جديده. اشوفكم على خير، وما تنسوش تعملوا متابعه لصفحه الجديده علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات الفتره اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.